تبرأت مني، أي النبي تبرأ منك. يوم القيامة تريد النبي يشفع لك يتبرأ منك لأنك فعلت عمل لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. والإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة عقيدتهم واحدة. لا يأتيني إنسان يقول أنا حنفي وإذا قلت له عقيدتك إيش يقول أشعري، يقول كذبت. الإمام أبو حنيفة ليس من هذه العقائد. عقيدة الإمام أبو حنيفة، عقيدة الإمام مالك، عقيدة الإمام أحمد، عقيدة الإمام الشافعي هي عقيدة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وما اختلفوا في العقيدة حتى تنسب العقيدة للأئمة. إذا كنت حقيقة متبع الأئمة الأربعة تكون لزاما أن تكون عقيدتك عقيدة أبا بكر عثمان وعلي، لأنك إذا فعلت أمرا لم يفعله النبي ولا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي في العبادات، لا أحد يضحك عليك يقول عادات وعبادات، في العبادات اعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يجيك واحد يقول لك ليش تلبس العمامة، ليش تلبس الطاقية، يقول له وين سيف النبي؟ هذه عادات. لكن العبادات اليوم وأكملت لكم دينكم. ما الذي اكتمل؟ هل هو اللباس؟ إنما هو الدين. نعم. لذلك لا ينبغي لنا أن نتقرب إلى الله إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. إذا عملك ما كان وفق ما تركه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مردود، لأن النبي قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأي عبادة تجدها الآن، أي عبادة تجدها الآن في هذا الزمن تفعل، انظر هل الرسول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فعلوها؟ إذا فعلوها فأنت على خير، وإذا ما فعلوها فأنت على ضلال. نعم. لأن ما من خير إلا ودلنا عليه الحبيب عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، وما من منكر إلا وحذرنا منه النبي، قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فليس من أمر الحبيب التوسل به بقبره بعد موته، ولا أن نقول المدد يا رسول الله، ولا أن نقول يا رسول الله، ولا أن نأخذ الأتربة والأحجار، ولا أن نرقص في المساجد، ولا أن نحتفل بالموالد. كل هذه الأمور دخيلة على سنة محمد عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يتبرأ من فاعلها وممن اعتقد بها. فهمت يا حجي؟ وإذا زيارتك للمدينة ما أرجعتك لسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام فالخلل منك أنت. النبي عليه الصلاة والسلام قال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. إذا كان والله الضلال إذا كان الضلال اللي عند بعض الناس ما وجد الرشاد في